الموضوع بتاع السافنة والانشقاقات والموضوع ده، لأنه أخذ منحنى تاني وبدأ يروجوا له في إطار. ومبارح برضو شايف قالوا جابوا واحد اسمه الأمير إسماعيل محمد يوسف، كذلك قال هو أعلن انشقاقه وكده. والقصة أخذت تاخد منحنى ودخلت فيها القنوات ودخلوا فيها دخلت فيها آيات. طبعا القصة لأنه فيها أيادي خارجية، وفي حتة بتاعت إضعاف، إنه الناس دارين يضعفوا الدعم من الداخل. وطبعا ده بيأكد لك إنه رسالة الدعم قوية، وإنه مشروع الدعم قوي، وإنه التحالف اللي عمل الدعم ذاته وانفتاحه وقضية تأسيس وعدم كسر الدعم السريع، لأنه هم عجزوا عن إنه يكسروا الدعم السريع. يعني ما قدروا ينازلوا الدعم السريع في الميدان. فشلوا عسكريا، فشلوا سياسيا، ولذلك لجأوا للسلاح بتاع المصادر، وبتاع انه يخلقوا ازمه داخليه، انه يبيعوا بعض الناس، يشتروا بعض الناس. انا زي ما قلت القصه دي وراها دول، وراها تمويل كبير جدا، لانه ده اخر ما تبقى للبلابسه، واخر ما تبقى لداعميهم في الخارج، انه يشتغلوا قصه انه والله يحدث. ولكن احنا خلينا نتكلم بالمنطق. اول حاجه عشان نقول المنطق، طبعا انا لو قلت لك انه كونه يطلع منك زول ولا تحصل لك قضيه انشقاقات، انا لو قلت لك القصه دي ما عندها اثر بكون كذبت عليك. لكن اثرها ممكن يكون محدود جدا، اثرها ممكن يكون محدود جدا، وانت بتشوف اثرها في الناس المرقوا. يعني هسه انا لو جيت دار اتكلم عن الناس، انا دار اتكلم عن المؤتمر الصحفي قبل شويه عملوا السافنه، لانه برضه دار اربط بجزء. انا سافنه ما بيهمني في شيء، ولا الناس المشوا ديل بيهمونا في شيء. واي زول دار يمشي، انا زي ما قلت قبل كده وهسه بكرر، والله اي زول دار يمشي خليه يشيل عفشه ويتخارج يمشي، لانه ديل لو قعدوا ما بزيدوك الا خباله، وما بيعملوا لك الا مشاكل داخليه. بدل يكون قاعد في نصك وشغال استخبارات وشغال يرفع معلومات، احسن يمشي يتخارج منك، لانه قعاده بيكون مضير اكثر من مشيته. ولذلك الان هم لو ملاحظين، طبعا النور القبه جمعه السافنه، طبعا ديل هم باعتبار انه عساكر، يعني ناس عساكر. طبعا بخلك ما محسوب اصلا، انه ما قاعد احسبه يعني، ولا هم ذاته حاسبين نزول ذاته يعني، لانه هم الفلول دايرين زول عنده ثقل عسكري وعنده قوه عسكريه عشان يحارب بها. يعني الهدف من القصه دي كلها انهم عجزوا في منازله الدعم ومقاتله الدعم كقوه عسكريه في الميدان، فلجأوا لسلاح اننا نحن ننتهي من الدعم السريع من الداخل، يحصل فيه انشقاقات في الداخل، نسحب منه قوة عسكرية في الداخل وكده. لكن تعال نشوف الناس اللي انسلخوا ديل، هل عندهم وزن؟ ما اخوانا خلونا نتكلم بالمنطق. يعني النور القبة نعم كان قائد الفرقة، وكان رجل بقود الناس الفاشل، لكن هنالك اشكاليات قضت انه النور القبة في ايامه الاخيرة كان بعيد من الميدان. يعني اول ما حركوه من الفاشل اتحررت الفاشل. الناس بيتذكروا انه نحن كنا نواجه مشاكل في الفاشل، ما قادرين ننجز المهمة بتاعت التحرير في الفاشل، لأنه كانت في عقبة حقيقية قاعدة جوا، اللي هي المصادر بتاعت الاستخبارات العسكرية اللي كانت شغالة تمرر أجندة الاستخبارات. أول ما شالوا النور القبة طلعوه من الفاشل اتحررت. شالوا النور القبة ودوه المحور بتاع كردفان، حصلت لنا مشاكل في قازقيل، في الخوي، في المناطق دي كلها حصلت فيها إشكاليات. يعني النور القبة كزول عسكري الآن مشى للفلول، هيستفيدوا منه شنو؟ ده السؤال الجوهري. يعني هيستفيدوا منه شنو؟ ما هيستفيدوا منه حاجة، لأنه هو لو كان مؤثر وعنده قوة حقيقية كان قاعد. يعني أنت زول كان قاعد معاك في الفاشل، تشيله تطلعه من الفاشل توديه الدبة وتجيبه بورسودان عشان يجي راجع تاني دارفور. ما هي كانت الرجعة بتاعت دارفور دي سهلة. حركات النهضة المسلح دي ما قاتلتنا كم في دريشقة والصحراء والمالحة
ما انتهت وين؟ حركات النهضة المسلح دي انتهت وين؟ ما انتهت في الطريق الى الفاشل. طيب هو زول اذا كان مؤثر ما كان قاعد في نصك، ما كان احسن يشتغل لك من جوا زي ما كان بيشتغل لك شغل. ده الشغل اللي هو نجح فيه، العمل الاستخباراتي، انه يديك معلومات، انه يضلل الناس، انه يساهم في اغتيال بعض الشخصيات. نعم حصل كده، لكن عسكريا ما بيستفيد منه حاجه. وين قوته؟ سؤال وين قوته؟ انا الليله لما اجي اقول فلان ومشى لي فلان، الوزن اللي بيحققوا لي فلان ده هنا النور القبه ما عنده وزن عسكري. مرق له بكم عربيه؟ هم قالوا والله النور القبه ده مرق ب 170 عربيه، وكذب طبعا، والله كذب. زول لا عرباته كلها ما لحق لها كم طاشر عربيه. هيمشي يجيب ناس من وين؟ ما هيجيب ناس، هيجيب ناس من وين؟ السافنا هسه بيتكلم عنه ده، سافنا ده فايدته شنو يعني؟ مشى بور السودان، مشى هو رقبته ولا بعربيه واحده ما مشى. زول مشى كان بيتعالج في الهند اظن، ومن الهند هناك باعوه واشتروه، حصلت له صفقه وساقوه ودوه بور السودان. مشى السعوديه ومنها جا بور السودان. يعني عسكريا هيستفيد منه هنا. الليله انت لما تجي تعمل لك هيلمانه، وانا جاني جنرال، وانا جاني فلان، وانا جاني فلان، هتستفيد منه شنو؟ عسكريا هتستفيد منه شنو؟ انت داير لك الان كل الفائده اللي بيستفيدوها من النور القبه والسافنا هي فائده اعلاميه بس، بروباغندا اعلاميه. وحتى عشان تعرفوا الفلول دي الاغبياء كيف. يا اخي انت السافنا ده مش جبتوا طلعتوه مؤتمر صحفي؟ مش كان قاعد معه بتاع الجيش ذاك في مؤتمر صحفي؟ الزول ده لابس شنو في المؤتمر الصحفي؟ سافنا طلع في المؤتمر الصحفي لابس عميد عميد. طيب سؤال، الرجل سافنا عميد منه؟ يعني انتوا هسه جبتوا سافنا ده والان بتقدموه كعميد تابع لمنه؟ الان هو كعميد تابع لمنه؟ الان ما انتوا تابع لمنه؟ وسؤال، انتوا الان قاعدين تقدموه في منصه الجيش باعتباره تابع للجيش. وده في حد ذاته بالمناسبه سقوط اخلاقي، بيوريك انه الفلول ديل، وبوريك انه الحركه الاسلاميه ديل ناس سذج جدا ما عندهم مخ. السافنا ده كان مقدم زمان، كان مقدم قبل الحرب دي، كان مقدم قبل ما يشيلوه دخلوه السجن، وطبعا عنده جريمه بتاعت قتل وساهم، ده كله انا ما بخصني. لكن الزول ده كان مقدم، اديته له في حرس الحدود، ادى له الجيش، طبعا رتبته مقدم. طيب جايبينه مقدمينه عميد لهنا؟ ما ده اعتراف ضمني بقوه الدعم السريع، ما ده اعتراف ضمني انه قرارات الدعم السريع اللي بيطلعها الدعم السريع انتم معترفين بها. لو ما معترفين بها، السافنا اللي قدمته عميد ده الرقاو عميد يترقى في كشف قبل شهر، رقاو السيد الفريق محمد حمدان حفظه الله في حله وترحاله امير البلاد، هو الرقى السافنا بقاو عميد. يبقى انك انت تجيبه تطلعه في مؤتمر صحفي برتبه العميد وتقدموا من منصة الجيش، لأنه اللي قدموا السافنا ده أول مؤتمر صحفي له الأمس، ما الليلة، ما القاو بتاع القناة الليلة، طلع مع عميد زيه في الجيش وقدموا باعتبار إنه عميد. كان على الأقل يا أخي تقول له طلع رتبة العميد دي، ما حقتك دي رتبة اداك لها الدعم السريع كان تطلعها منه. جابوه بنفس رتبة الدعم السريع وقدموه باعتبار إنه الرجل، طبعا النور القبة الرجل الثالث والسافنا الرجل الرابع. طيب يا اخوانا، انت الان احدثت انشقاق، شلت الرجل الثالث في الدعم السريع وشلت الرجل الرابع في الدعم السريع، مش مفروض الدعم السريع ينهار؟ مش مفروض ينهار يعني؟ ما ده كلامك انت، ما دي امانيك انت اللي قاعد تجي تسوق بها الناس انه نحن جبنا الرجل الثالث، وطبعا ده كذب. الرجل الثالث والرجل الرابع طبعا ده كله كذب. لا ليه؟ لانه هم دارين يضخموا مستوى الحدث، دارين يجيبوا لأذهان الناس في الشعب السوداني انه نحن الان انتصرنا على الدعم السريع وانتصرنا على ميليشيات الدعم السريع. هنا بيجي سؤال جوهري جدا، يا اخي انت كمواطن ما يسوقوك بالخلا، انا الكلام ده بقول لك عشان ما يسوقوك بالخلا. الان النور القبه رحبت به، السافنا رحبت به، العفيفين اللي ما تامي راجل ده اللي اسمه بغال ده اللي نزلته في مطار بور السودان رحبت به. يبقى في سؤال جوهري هنا،
اذا كان السافنة اللي قبل فترة قبل ما يسلم قاتل مجرم مغتصب ولد ضيف ولد زنا ولد حرام ولد لبلب الكلام الكثير ده كله، النور القبة لبلب الكلام الكثير ده كله، بخال الكلام ده كله، الان انت بترحب بهم في منصة الجيش، والان بتقدمهم كناس يعني شنو؟ سؤال، بتقدمهم كشنو؟ الان انت بتقدم النور القبة كشنو؟ وبتقدم السفنة بتقدمه باعتبار دي المنقذين، بتقدمهم باعتبار انه ديل اللي حيحققوا انتصار، باعتبار انه ديل وطنيين. ما الان السفنة وطني، صح ولا لا يا اخوانا؟ يا اخوانا تقديم الجيش في منصته للسافنة هو اعتراف ضمني انه السافنة ده وطني وسوداني وغيور وما عنده معه مشكلة، وتقديمه للنور القبة معناته وطني وما عنده مشكلة، وبخال جا نزل في مطار خرطوم في مطار بورسودان استقبلته. طيب في سؤال جوهري هنا، الحرب دي سبب شنو؟ يا اخي انا خليني بتجمع. الليله السافنة قال لهم في مؤتمر والله نحن دارين وقف الحرب. انا ما اظن السافنة بعد كلامه اللي قالوا ده الفلول يخلوه غير، الله اعلم يعني. السافنة الليله طلعوه في قناه العربيه قال لهم نحن والله المواطنين تعبوا من الحرب، وانتوا قطعتوا المويه في والكهرباء من الناس في دارفور وفي كردفان. طبعا قال كلام عشان كده قطعوا اللقاء في قناه العربيه. اللقاء كله كم 20 قاموا قطعوا اللقاء يعني، لانه الرجل قال كلام بدا يهطرق، قال لهم نحن دايرين نوقف الحرب. طيب دايرين توقفوا الحرب، انتوا ما عندكم مشكله مع السافنة، ما عندكم مشكله مع النور القبه، ما عندكم مشكله مع بخال، طيب مشكلتكم هنا. هسه انا شايفهم بيقول لك بدوا الناس يتريقوا يقول لك والله اذا جاء عبد الرحيم هتستقبلوه ولا ما هتستقبلوه، وفي ناس بدوا يقولوا اذا جاء الامير هتستقبلوه ولا ما تستقبلوه. ما يبقى سؤال جوهري هنا يا اخي، نحن بنخاطب العقول، نتكلم كلام بتاع منطق كده، خليك بعيد من الكلام بتاع الاسفاف ده، اتكلم كلام منطق. المنطق بيقول انك انت الان ما عندك مشكله مع السافنة، السافنة ما طلع وقت حرام ولا تشادي ولا اي حاجه، صح؟ قائد المعارك الفاجر منه. هسي قبل شويه في فيديو انا شايف الشباب طلعوه بتاع قالول بتاع خزانقولو، امشي شوفوا الفيديو ده. السافنة ده مشى قفل المويه، قال له نحن الان ما بعرف في خزانقولو وقفلنا المياه وكده. امس مناوي طلع تسريبات بيتكلم ده طبعا بيقول انه عبد الرحيم طلع تسريبات بيقول انه النور القبه ادى تعليمات بقتل الناس في الفاشر. مناوي قال والله اذا جاء ابو لولو وسطنا هنا ما عندنا معه مشكله. ما عندك مشكله مع ابو لولو، ما عندك مشكله مع السافنة، ما عندك مشكله مع ربيع ده ذاته هسه تدارو يجيك. هسه انت الليله دي مناك بكره ربيع ده يجيك. طيب انت ما عندك مشكله معي انا ربيع، ما عندك مشكله مع السافنة، ما عندك مشكله لو جاك عبد الرحمن جمعه ولا جاك اي قائد من الدعم السريع ولا لو جاك الدعم السريع كله ما عندك معه مشكله. طيب مشكلتك شنو؟ معناته انت مشكلتك شنو؟ انت مشكلتك مع عبد الرحيم وغايساني اقصد والسيد الامير. طيب المشكله شنو؟ هل المشكله وطنيه؟ لا. هل المشكله اخلاقيه؟ لا. المشكله مشكله السلطه. عشان كده قاعد نقول لكم دي حرب عبثيه. ما الفيلم الماشي ده لو انت ما كنت غبي ما كان ساقوك له. انت ذاتك قبل فتره كنت بتنبس في السافنة وبتنبس في القبه انه ده اولاد حرام واولاد ضيوف وما عندهم اصول. انت ذاتك الان الاله الاعلاميه بتاعت الفلول خلتك تطلع تقول والله نحن ما عندنا مشكله مع السافنة. اللي اغتصبك منه سؤال، انا داير اسالك سؤال مباشر جايبني. خلينا نتكلم بالقانون الجنائي. هسه الليله انت لو مشيت القاضي فتحت بلاغ وقلت انا والله في الفاشر اتعرضت لاذى كده 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 تم اغتصابي دم يدقي، القانون ما بيمشي لعبد الرحيم ولا بيمشي لحميتي، لانه لا عبد الرحيم نزل الميدان ولا حميتي نزل الميدان. القانون بيمشي للقائد المباشر اللي كان مسؤول من المنطقه منه. القائد المباشر اللي كان مسؤول من المنطقه هو النور القبه، هو السافنة، ده المسؤولين المباشرين المناطق. انت دار تفض الكل وتمشي لعبد الرحيم وتمشي لحميتي، ودار تجي تروج للناس انه حميتي ده ما وطني وحميتي ما سوداني وعبد الرحيم ما سوداني. الكلام ده كنتوا قاعدين تقولوا في نور القبه وكنتوا قاعدين تقولوا في السافنة. الليله السافنة بقى وطني، والان بتفتحوا له الصاله بتاعت كبار الزوار الفي اي بي، جبتوه بالفي اي بي.
نزلتوه في مطار الخرطوم. نفس الشيء النور القبه. الان دخلتونا القصور وسكنتوهم، لانه القضيه ما قضيه وطن ولا قضيه كرامه ولا حرب، لانه القضيه قضيه سلطه. ولما تتكلم عن قضيه السلام، الناس دول رافضين السلام لشنو؟ نحن نفرتق الدعم السريع ده، نجيب الدعم السريع ذاته ونعيد تشكيله، ويظل الدعم السريع موجود في المشهد، لكن يغيب عبد الرحيم ويغيب حميدتي. ليه؟ نجيب موسى هلال يقود الدعم السريع، نجيب السافنة يقود الدعم السريع، نجيب النور القبة. ليه؟ لأنه ديل ما عندهم، ديل أكثر طموح إنه الواحد عنده بيت وعنده عمارة في مدرمانة في الخرطوم داير يرجعوها له، ودارين يجوا يشتغلوا عبيد تحت دولة 56. عشان كده التحية لأبو كيعان. الليلة السافنة لو لاحظتوا كلامه كله أبو كيعان، أي زول يطلع يقول لك أبو كيعان. ولأنه أبو كيعان ده لو انتوا مشيتوا الآن ارجعوا تاريخ الحرب دي، وارجعوا تاريخ الاتفاق الاطاري، اكثر زول كان بيكرهوا الفلول ديل هو ابو كيعان، لانه كانوا بيقولوا الامير ممكن نتفاهم معه، لكن ابو كيعان ما بيتفاهموا معه. ده كلام الفلول كان بيقولوا كده. الليله اي زول طلع داير يجي ينبس ابو كيعان، عمل لك شنو ابو كيعان؟ لانه ابو كيعان رجل دغري، ورجل ما عنده اللين داك، رجل صاحب شدايد وصاحب عزايم، وسيكتب التاريخ انه هو القائد الوحيد اللي حرر 4 فرق في 4 أسابيع. القائد الوحيد العسكري الوحيد يمكن على مستوى العالم، مش خليك في السودان، حرر 4 فرق في 4 أسابيع. حرر نيالا، ومشى حرر زالينيا، ومشى حرر الجنينة، وجا حرر فرقة الضعين، وحرر الفاشر، والاسبوع اللي بعديه حرر بابا نوسة. ده السيد ابو كيعان، انتوا بتابوه لانه رجل حق. شوفوا الفلول ما يقعدوا يلفوا ويدوروا، ما يقعد يقول لكم الحرب دي حرب وطنيه، ما يقعد يقول لكم والله نحن قاعدين نقاتل كاديين وقاعدين نقاتل اولاد ضيوف. الان بيتم اكرام السافنه ده، السافنه ده مش قاعد، اي حاجه دايره جبتوها له. الان بناتكم في احضان السافنه، وبناتكم في احضان النور القبه، واي حاجه دارين اديتوها لهم، لانه انتم ما عندكم مبدا، انتم حربكم دي كلها حرب بتاع السلطه. الان الهجوم اي زول يطلع يقول لك قايساني، اي زول يطلع قايساني. ليه؟ سؤال، ليه ما بتقولوا الامير؟ لانه قايساني هو في اكثر الاحتكاكات هو المباشر، هو الزول اللي قاعد يقوم، تلقاه مع الفرق، تلقاه وسط اكثر زول احتكاكا. عشان كده دارين يجرموه. اي واحد يطلع يقول لك انا قايساني وما بعرف عمل لي وسوى لي، قايساني ده انت ما درته، انت زول ما جادي، وانت زول ما عليه حق. اي زول بيجيب ضد قايساني وبيتكلم عنه ده زول منافق وزول مجرم وزول داير هواو، اللي بيجي بيقول لها ادوني عربيه والدار يدو قروش وما بعرف القضيه دي قضيه. لا شوفوا هوي ابو كيعان ده، اي زول يتكلم فيه ده زول كان بيجا قاعد في الدعم السريع ذاته بيتكلم في ابو كيعان، ده زول ما عنده موضوع، وده زول ما داير الحق، وده زول جاء داير لا عربيه ما ادوا عربيه، وده جاء بيطلب بمطالب شخصيه ما ادوا مطالب شخصيه. حارب دي زول مطالب شخصيه ادوك شنو؟ هسه الناس هسه قاعدين يطلعوا يتكلموا. هسه الامير ده اسمه الامير قال اسمه اسماعيل محمد يوسف، هسه امس قال انا شايفه قال مشى بورسودان، ده زول عاطل ساكت. وزنه شنو ده؟ وزنه شنو؟ سؤال وزنه شنو؟ ده زول عاطل، امير عاطل ساكت، لا في بابا نوسه دي عاطل ساكت. شفته قالوا مشى نيالا برضه من الناس اللي عرفت انه قالوا ادوه عربيه وكده، جاب اعتباره ناظر كده ادوه بوكس ركب فيه، لكن طبعا دار يدوه اكثر من ده. لا عنده عسكري قاعد يقاتل في الميدان ولا هو قاتل في الميدان، دول الارزقيه اصحاب المنافع والمطامع الشخصيه. هسه طلع مشى بورسودان بينبس في الناس، مشى لانه داير مال مده مال. الناس اللي هسه قاعدين في بورسودان دول دايرين قروش، نحن نجيب لكم قروش من وين؟ ما القصه دي عبد الرحيم يجيب لك قروش من وين؟ يجيب لك عربيه من وين؟
هي الثوره دي كلها بقت مختزله في عربيه. انا ما ادوني عربيه، انا ما ادوني قروش، انا ابو كيعان سوى لي، ابو كيعان رفض لي، ابو كيعان رفض لك لانك انت زول بلطجي. لو انت زول بتقاتل صحيح قاعد في الميدان امشي المقدمات. والله سافرنا ده معركه ما خشها. الكلام ده انا لا بقوله والله عشان انتقص من قدره، ولا عندي له شيء، ولا بنقوله عشان زمان ما بنقدر نقول الكلام ده، زمان ما بنقدر نقول الكلام ده. لكن والله العظيم انا الان بقولها، والله سافرنا ده ما خش اي معركه، ما خش اي معركه. تعال اتحداه وخش معركه، بس بيجي بالصور. الناس خشوا معركه سوا، يجي يتصور ورا الناس، يتصور باسمه. لا خش معركه في الخوي، لا خش معركه في النهود، لا خش معركه في الدرجه، لا خش معركه في الصحراء. والكلام ده انا ما بقول، الناس عارفينه. وما في راجل، اسمعوني، راجل والله ود رجال، زول شجاع مقاتل بيطعن اخوانه من ورا، ده ما راجل. سافرنا شنو كمان؟ يا تو معارك خاضه. انتوا ذات وقت نمشي لكم سافرنا ونور القبه وبخال. هسه عليك الله، انتوا يعني هسه عليك الله، عليك الله، عليك الله عليك الله. هسه انا بخال ده بشتري بتعريفه. هو كان نافع ناسنا، كان نصف في الصحراء ومشوا خلوا، نصف في مدرمان ومشوا خلوا. هو عليك الله النور القبه ده كان نافع كان جاكم. هو عليك الله السافرنا ده كان نافع كان جاكم. يا اخي انتوا قاعدين يجيكم وسخ الدعم السريع، وسخ، تعرف الوسخ، حسالة الدعم السريع قاعدين يجيكم، قاعدين تفرحوا بون. ده ان دل انما يدل انكم مأزومين. فرتقنا الدعم من الداخل، فرحانين، سيجونا منو. طبعا هسه فرحانين. ما تقاتلوا الدعم السريع ده، الدعم السريع ده انتم ما رجال، ما تقاتلوا. غلبكم تقاتلوا رجاله في الميدان، لجأتوا لاسلوب الغدر والخيانه وشغل الاستخبارات. انا والله اقول لكم القصه حقتكم دي شربت مويه. ياهو الليله طلعتوه في لقاء في التلفزيون، كلام ما بعرف بيتكلم. بالمناسبه انا اقدر اقول لكم حاجه، هيبه الدعم السريع دي، هيبه الدعم السريع دي انت ما بتشيلها الا انت قاعد في وسط الدعم السريع. هيبه الكاكي، هيبه المصهر، القوه، ده كله بيجي بتكتسبه من وين؟ بتكتسبه من قوه الدعم السريع وعساكرك اللي قاعدين في الميدان وايمانك بقضيتك. عشان كده السافرنا ده وقت قاعد، رغم انه كنا قاعدين نسكت ما قاعدين نتكلم، لكن السافرنا كان بشويه كده، يعني بهيبه الدعم السريع، بانتصارات الدعم السريع، بجنود الدعم السريع. كان عنده شويه كده، شويه كده، كان عنده حبه هيبه. عليك الله شوفوا الليله، عليك الله شوفوا بيتكلم كيف، كلام ما بيعرف بيتكلم. زول يجيبوك تقول نوقف الحرب، ليه توقف الحرب؟ انت الفلول ما طلعوك في العربيه عشان تقول لهم نوقف الحرب، لانه هم كانوا دارين يوقفوا الحرب ما كانوا عملوا الكلام ده. لانه هسه انا بقول لك وقف الحرب، وقفوا الحرب، وين المشكله؟ لا ما هنوقف الحرب. ليه ما هتوقفوا الحرب؟ لا نحن والله الدعم السريع ده الا نفرتقه. هتفرتقوا بمنه؟ نشتغل فيه، نشيل منه ده، نشيل منه ده، نجيب منه ده. هم فاكرين نفسهم كده فرتقوا الدعم السريع. الحمد لله انكم ساعدتونا في نظافه الدعم السريع. والله انا اكلمكم صراحه، يعني انتوا قدمتوا لنا خدمه ما قدمها لنا زول. وعشان ما تقولوا الكلام ده نحن قاعدين نقوله، لا، اي زول حسي ده، اي زول كان بقى مدني، كان بقى عسكري، كان بقى دار يتخارج من الدعم السريع، خليه يتخارج. دار تمشي بورسودان نوصف لك الطريق حق بورسودان، دار تمشي الدبه نوصف لك طريق الدبه. احنا ذاتنا دايما ننظف القصه دي، وتاني ما بنسكت. نحن والله الفتره اللي فاتت كنا قاعدين نسكت، قاعدين نجامل، عارفين قاده حراميه. سافرنا ده حرامي سرق السمك بتاع ناس النهود كله. هسه الان بدوا يشتكوا، هسه تشتكوا لشنو؟ هو شوفوا الدوله دي ما لم يكن فيها نظام بتاع عداله ما بتمشي لقدام. الدوله دي ما دام بتغطي على الفاسدين زي ناس السافرنا، وفي كتار زي السافرنا الان قاعدين جوا الدعم. في ناس بياكلوا حق الناس وبينهبوا حق الناس وقاعدين باسم الدعم السريع. السكات عنه ده ذاته جريمه، لانه ربنا سبحانه وتعالى ما بينصر الظالم. نحن واحده من اسباب النكبه حقتنا هو السافرنا ونور القبه وامثالهم اللي قاعدين جوا الدعم السريع، اللي بينهبوا حق الناس وبيشيلوا حق الناس.
ديل هم سبب النكبه، والسكات عنهم والساكت عن الحق شيطان اخرس. احنا زمان سكتنا لانه قلنا والله دي ظروف حرب وتقديرات حرب، السافرنا يمشي يسرق صمغ الناس ويتكلموا معنا ناس النهود نقول لهم اسكتوا. فضيحه نطلع نقول شنو؟ نطلع نقول السافرنا سرق الناس؟ نطلع نقول انه القبه سرق الناس في الفاشل؟ ما فضيحه ما بتتقال. ده الخلة كتار جدا قاعدين يتمادوا زي السافرنا وزي غيره. لكن لو كنا نحن من اول مره اشتغلنا بميزان العدل، واي حرامي طلعنا واي حرامي مكانه الطبيعي في بورسودان. انا اقولها لكم والله، اي حرامي واي شفشافي قاعد في جوا الدعم السريع ده مكانه ما الدعم السريع، مكانه بورسودان. السافرنا مكانه الطبيعي بورسودان والحمد لله مشى هناك، والنور القبه مكانه الطبيعي بورسودان ومشى هناك، واي زول ثاني دار يمشي بورسودان الشارع فاتح. وانا داير اقول لكم حاجه يا فلول، انا الليله اقتنعت انه نحن حنوصل بورسودان، وعزه الله وجلاله انا الليله اقتنعت انه حنوصل بورسودان. قول لي ليه؟ انتوا عارفين الزول العفن اللي اسمه بخال ده مش خدت رجله في بورسودان؟ دي علامات انتصار اننا سنصل بورسودان. الزول ده لما كان قاعد في الدعم السريع والكلام ده يشهد الله سبحانه وتعالى، الكلام ده انا كنت بسمع مين العساكر القاعدين نمم بالشق بيقول لك بغال ما تجيبوا لنا، ما تجيبوا اي منطقه مش اخذت فيها رجله سقطت. ما زول نجس والله يا اخوانا، انا ما قلت لك في حياه الزول ما بيقدر يقولها في وقت ده. لكن بخال ده اي محل مشى بحري سقطها، مشى الاذاعه سقطها، مشى خشوي، اي حته بغال ده يمشي يصور فيها يرفع فيديو ثاني يوم القصه وخلاص بتكون الناس عارفينها. عشان كده لما جاني يالا اعوذ بالله والله كلنا خدتنا يدينا في رصيد. لما جاني بغال لما جاني يالا والله العظيم انا قلت يالا دي خلاص مشى تسقط، لانه زول نجس. الليله مش هو مشى بورسودان، أنا اقتنعت تماما إنه كلام السيدة أمير سنصل بحورها وسنصل أنهارها. أنا الليلة اقتنعت تماما إننا نحن سندخل بورسودان. وعليك الله بخال ده عجلوا جيبوا نزلوا لنا في الخرطوم وفي ام درمان. عليك الله أستحلفكم بالله أستحلفكم بالله إنتوا كان بتعزونا جد جد. بخال ده عليك الله كده جيبوا نزلوا لنا خرطوم وام درمان، لأنه الزول ده عنده صفاية وكنجرة. يا اخي مين ما مشى مننا ارتحنا ذاته، مين ما مشى ارتحنا، لانه اي محل مشى وقف خدت رجله والله العظيم سقط. يا اخي قلت لك نياله دي هو قاعد والله الناس دي بترجف كده. والله الزول ده بيجيب لنا، الزول ده بيجيب لنا، ما ده محله طبيعي. هسه الناس دارين تزعل ليه؟ هسه الناس الدعم السريع زعلانين ليه؟ انتوا حقه تفرحوا لانه الوسخ ده مرق منك. الوسخ اللي كان بيشفشف باسمك وبيشفشف باسم قضيتك وبينها بالناس الان مرق منك. الان تعالوا افتحوا خشومكم قولوا الفاشل فيها انتهاكات. نعم فيها انتهاكات ارتكبنا السافرنا والقبه، دين القاده المباشرين للدعم السريع. هتجي تقول لي لا؟ نعم انتوا مش قلتوا الفاشل فيها انتهاكات؟ نعم فيها انتهاكات، نمشي معاكم في روايتكم. النود تم نهب الناس وسرقتهم نعم. طيب اللي ارتكب انتهاكات في الفاشل منه؟ من نور القبه. القتل الناس الفاشل منه؟ النور القبه. السافرنا ديل القاده المباشرين. هيجي يقول لك لا ديل تابوا وعادوا الى حضن الوطن، وفي مواطن مسكين بس لقوه بالاشتباه بالشبهه بيتكلم في التليفون اعدموه. وفي مواطن مسكين بس مسكوه قال لي انت قبيلتك شنو الرزاقي ودوه اعدموه. قتلتوا المتعاونين مع الدعم السريع زورا وبهتانا، والان جوكم قيادات الدعم السريع بترحبوا بون الان بتقدمون على اساس انهم وطنيين. شوف ده النفاق بتاع دوله 56. عشان كده نحن الدوله دي ما بنتصالح معها. لو في زول بيفتكر انه نحن سنذهب للتصالح مع الدوله دي خليه يشوف له حاجه ثانيه يسويها. والله نحن الدوله دي ما عندنا معاه الا طقع بس. شفت 56 دي بل بس ما عند لا تفاوض لا سلام لا حوار لا اي حاجه، بل بس. هتقاتلونا بشنو؟ سؤال، هتقاتلونا بشنو؟ وينون الرجال اللي هتقاتلونا بون؟ هتقاتلونا بانصاف الرجال؟ هتقاتلونا باولادنا؟
جبتوا ناس مناوي وجبريل انتهيتوا منه، الان رجعتوا دارين تجيبوا بقيه المجموعات او ما يسمى بالمجموعات العربيه عشان تقاتلنا. انتوا رجال؟ انتوا عندكم اخلاق؟ يا اخي انتوا لو عندكم ذره من الوطنيه ولا الاخلاق ما كان اتكلمتوا عن الوطنيه. عندكم الوطنيه فقط كرسي السلطه ده. ربيع بيدعمنا بيقف معانا، داعم دوله 56 والسلطه. ربيع وطني، النور القبه وطني. الدعم السريع لو بكره قبل انه يظل حبيس او يظل ذليل لدوله 56 وطنيين. اول ما نجي نتكلم معاكم في قضيه الحقوق تطلعونا ما سودانيين. وده خلاف جوهري بالمناسبه، ده لا يمكن انه نصلحه، ومجموعه زي دي لا يمكن نجلس معاه. عندها معيار الوطنيه كرسي السلطه، انها تظل في السلطه وتظل مسيطره على اجهزه الدوله والامن وغيره، وتوزع صكوك الوطنيه والغفران للناس. ولا بتستحي ذاته. انتوا عليك الله ما بتستحوا؟ ما بتستحوا من نفسكم؟ ما بتستحوا؟ ما عندكم ذره ايمان وطنيه واحده؟ ما عندكم اخلاق؟ ما عندكم؟ الزول اللي اغتصبكم وركب امهاتكم وسواكم الليله بترحبوا به في في بورسودان. ما ده كلامكم انتم، ما كلامي انا. ما ده كلامكم. اغتصبوا امهاتنا، سووا لنا وشالوا حقنا، ولن نتصالح مع الدعم السريع، ولن نقبل الدعم السريع وسنموت. والان راكدين للدعم السريع. دي ما دعم سريع؟ ده الدعم سريع ولا ما دعم سريع؟ لانه قضيتكم هي كلها قضيه السلطه، قضيتكم كلها في الكرسي بتاع السلطه ده، ما عندكم شيء غيره. انا حاجه اخيره دار اختم ما كلامي، والرساله دي موجهه لقياده الدعم السريع ولما يسمى بحكومه تاسيس. شوفوا، ان الله لا يستحي من الحق. لو نحن قلنا ما في مشاكل بنكون كذبنا على الناس. في مشاكل، في مشاكل، في مشاكل بتخلي الناس، في بعض ضعاف النفوس بيلقوا ثغرات. شغلكم السياسي ده ما ماشي دغري، ما ماشي دغري. الكلام ده زمان اتكلمنا فيه، واتكلمنا انه العمل السياسي ده ما لم يكن عمل مجتمعي، ما لم يكن عمل فيه اشراك الناس، الشغل بتاع الدكاكينيات والشغل بتاع الشلاليات والشغل بتاع العقليه بتاع 56 اللي بتفكر دي عقليه ما كويسه. عشان كده انت محتاج تعمل مراجعات. انا لازم اعمل مراجعات، معناته في حاجه خطا. ما كل حاجه صحيحه يعني، في حاجه خطا. الناس الهسه الان بيجوا بيشتروا الناس، بيبيعوا الناس، في حاجه، في سمثينج رونج يعني، في شيء خطا. الشيء الخطا ده محتاج لمعالجه. الان العمل السياسي الماشي ده ما بيرتقي لمستوى الواقع، ولا بيرتقي لمستوى السلاح، ولا بيرتقي لمستوى الواقع ده. نحن والله ما دايرين نطعم، ما دايرين نتكلم، لانه اتكلمنا وفترنا منه، وفي حاجات كثير ما نتكلم فيها يعني، لكن في حاجات محتاجه لاصلاح. المشروع السياسي الماشي ده ما بيحقق الاهداف، لانه في انصاف رجال وفي انصاف انتهازيين. اي ثوره بيركبوها الانتهازيين. وامشوا راجعوا، امشوا راجعوا المشروع ده. نحن القضيه دي والله العظيم لاخر نفس سنظل ندعمها، وما بندعمها لانها قضيه عابره. دي قضيه بتاعت وجود. انا بالنسبه لي قضيه وجود، قضيه بتاعت حياه او موت. في ناس مفتكرين انه القضيه دي عربيه، مال ادوني عربيه، ادوني وزاره، ادوني منصب. في ناس بيفتكروا انه القضيه دي منصب ومال. القضيه دي ما منصب ولا مال، القضيه دي قضيه بتاعت امه. انت الليله الحرب دي لو خسرتها، انت خسرت كل شيء. انت خسرت مجتمع، خسرت ارض، خسرت كل شيء. ولذلك في انتهازيين. السياسه دي فيها انتهازيين طبعا، والانتهازيين ما بيشتغلوا مصلحه المشروع، بيشتغلوا لمصلحتهم هم. بيخلقوا مشاكل، بيخلقوا واقع. عشان كده نحن ده امشي المشروع السياسي ده راجع. الكلام ده طبعا مش لانه والله انا داير اقول لك الناس المشوا بهناك على حق، ما على حق. اخر ناس يكونوا على حق الناس اللي بيمشوا. هسه انا اختلف مع الدعم السريع ده، امشي بورسودان كده؟ تعال اديني منطق واحد بخليك تمشي بورسودان. نفترض انه الدعم السريع ده كله غلط، كله غلط، سياسيا غلط، عسكريا غلط، بتمشي بورسودان؟
صاحب قضيه يقوم بيطلع من هنا بيقول والله انا لانه ما ادوني والدعم السريع ماسكينه المهريه وماسكينه اولاد منصور وماسكينه اولاد منو وماسكينه اولاد منو. طيب بورسودان دي ماسكينها اولاد ماسكينها الهدندوه. الدوله السودانيه دي ما قامت حاكمها اسره واحده، ما حاكمينها مجموعه بتاع الشوايقه دي. ما الكل رضيته دار تمشي تقعد في بورسودان عشان يحكموك الشوايقه وما دار يحكموك اولاد المهريه. ده يعطوا منطق ده يعطوا منطق. سؤال ده يعطوا منطق ده. الليله انت تجي تقول لي انا ضد الدعم وضد لانه والله الدعم السريع ماسكينه المهريه، اوكي ما في مشكله. هسه الامس الرقون 101 عقيد تم ترقيتهم دي المهريه. الناس اللي تم ترقيتهم 41 لواء دي المهريه. هيئه القياده بتاعت او هيئه اركان الدعم السريع دي المهريه. يا اخي نفترض مهريه، نفترض انه مهريه، وين المشكله يعني؟ ما انت دار تقول لي والله يا اخي المهريه مسيطرين على الدوله والمهريه جابوا اولادهم والمهريه عملوا. طيب انت ماشي هناك شنو؟ هناك ما هناك شاهديه كمان. اخير المهريه بتاعينا قدر 8 من هيئه اركان الجيش السوداني شوايقه. 8 من هيئه اركان الجيش شوايقه وواحد جعلي. طيب يا انت الدار تجي تسوي لي نظريه والله نحن الدعم السريع ده طبعا هسه يزول بيمشي يقول لك الدعم السريع مسيطر على المهريه، الدعم السريع ده حق قبيله. وسبحان الله سبحان الله تلقى واحد رزاقي يمشي بورسودان تقول له شنو؟ يقول لك والله الدعم السريع ده فوقه عنصريه. طيب انت رزاقي فوقه عنصريه يعني يا اخي انت لو دار تمشي امشي فتش لك اي حجه ثانيه، اي حجه، لكن ما تقول يعني ما ممكن يجيني السافنا الامس يتجاوزوا له زول مقدم بقوا عنيد. ما دي شوفوا عشان كده انا قبل كده قلت الكلام ده وهسه بكرره. داير تحكم الدوله دي ما تحكموها بعواطف. داير تحكم الدوله دي بعواطف اقسم بالله العظيم ما تحكمها. ردوا ده ده حرامي بيسرق ان احنا قاعدين. يا اخي الكلام ده في بدايه الحرب اوكي مقبول. الان انت اسست الدوله ما في حاجه ثانيه اسمها قبيله، ما في حاجه زول بيردوه. الداير يمشي خليه يمشي يا زول. ما هو كان رديته بيقعد. سافرنا ده ما رديته بقيته عميد. اشتريت له 80 عربيه ايام تاسيس دي الجرى قال ماشي ومسكوا لك في اتجاهات الرقيبات ورجعوه ومشوا تحنسوا جابوا له 80 عربيه $100,000. امس ماشي يتعالج ادوه $50,000 وبيكبوا لك قروش. نفع؟ ما بينفع. ما في دوله بتتبني بعواطف. دوله ما بيبنوها بعواطف. دوله ما بيبنوها بالتحانيس. الداير يمشي خليه يمشي يا زول. كان قاعد ما بيفيدك. هسه القاعدين في الارض دول اديتهم قروش. الشباب اللي هسه قاعدين على جمر القضيه ده في زول ادوه قروش؟ ما كل الناس اللي ردون وادون عربات وادون قروش ما كلهم مشوا. الخانوا القضيه دي منه؟ الخانوا اقرب الناس لها. لو القصه انتم بتسوقوها لنا بقصه الدم اكثر ناس خانوا القضيه ما ناس السافنا والقبه دي شنو؟ عشان كده الدوله دي المجاملات فيها ما بتنفع. عشان كده ما بدوروا ابو كيعان. ابو كيعان ما بدوروا. ابو كيعان ما بعرف اللف والدوران. الان كل الهجوم عليه لانه رجل دغري. 1+2 بيقطع عليك الحاجه. ما عنده مجامله. ما عنده. حسمه وشدته وقوته هي اللي وصلت الناس لانتصاراتها موجوده. عشان كده الناس ما بدوروه. اللي بيجي داير لي عربيه ادوني قروش سووا لي عملوا لي يدوك ليش ذات. يا اخي انتوا المهريه دول ما تشكرون. يا اخي اشكرون والله انا كان في محلكم بشكرون. يا اخي كونوا حرروكم ووروكم تشيلوا حقوقكم كيف وروكم انكم تبقوا ناس. جايين اي واحد طالع ما بعرف اي واحد طالع. طبعا اليومين دي طالعين لنا بس اللي انا مهمش. هسه سافرنا يا ابن الكلب. العربات اللي كان عندك والمال اللي كان عندك الدعم السريع بدوك له في بورسودان. سؤال ده رسك بدوك ليه؟ العزه اللي كنت عايشه هنا في الدعم السريع بتلقاه هناك؟ بدوك ايه؟ بدوك شنو يعني؟
هسه اسبوع واحد مؤتمر صحفي وبطلعوك محتاجين بك كده، وبعد شويه بيدعوك ورا ظهره. عندك سلاح؟ ما عندك سلاح. عندك قوه؟ ما عندك قوه. هسه من ناس جبريل بيرجبوا لينه؟ ما بيرجبوا لانه ما عندهم قوه. انت هسه قال لك من ناس جبريل بيبكوا لينه. زمان الجو بقوتهم وعندنا قوه وفي الصحراء وعندنا وبتاع ومنتنشين. الدعم السريع لما في قوتهم دي قرب ست. الان من ناوي لا عنده قوه في الصحراء، جبريل ما عنده قوه في الصحراء، ما عنده اي حاجه. من المشتركات دي المشتركه دي بيقوا قاعدين في الواطه، والمشترك عليه قال لك ما بقت قاعده في الواطه. تجيب بخال عشان يروي لك. هو لو انتوا دارين تعرفوا المشتركه دي انتهت، لو دارين تعرفوا بجد بجد جد انه المشتركه انتهت، عينوا لها لما جابت بخال وركبته معاه في عربات، وبعد شويه طبعا هيطلع لك مع المشترك عشان يروي لها. ما في علامات، في علامات صح؟ ما علامة ساعة طبعا، لأنه الساعة ما عندها علامات. تأتيكم بغتة، بغتة ما عندها علامات، لأنه الله قال تأتي بغتة، يعني بغتة دي معناته ما عندها علامات يعني. وفي فرق بين العلامات والشروط. أشراطها فرق من علاماتها. عشان كده الساعة ما عندها علامات. في زول بيقول لك والله القيامة دي لما تجي تقوم في علامة ما بعرف شنو بيطلع كده. لا، الساعة القيامة ما عندها علامات. علامة الشيء بداية ظهوره. والله قال تأتيكم بغتة، القيامة بتجي بغتة، الناس نايمين كده بتقوم القيامة، ما عندها علامات. في فرق بين علامات وأشراط. عشان كده أنا داير أقول لكم العلامات حقت الهزيمة بتاعت المشتركة ظاهرة، علاماتهم ظاهرة. العلامات إنه الآن بدوا يجيبوا المتردية والنطيحة وما أكل السبع. أنا داير أختم في اللايف ده وأقوله، وأسأل الله إنه قبل ما أختم أخواننا الناس ما تنسى الصفحة فيها مشاكل عليك الله يدعمهم. احنا نقول انا ما بحب القصه دي، قصه ادعم وشير ولايك دي ما قاعد احبها، لكن لانه الصفحه فيها مشاكل، فيها مشاكل كثيره جدا بتاعت بلاغات، وكل يوم جايبين لنا فيها بلاغ. عشان كده لما تدعموا اللايف بلايك وشير وكده بتقول لنا الصفحه، بتخلونا نقول الكلام اللي دايرين نقوله. انا في ختام الكلام اللي داير اقوله انه نحن ما بضرنا المشى والقعد. صاحب القضيه لا بيبيعوه بمال ولا بيشتروه بمال. اي زول صاحب قضيه المشروع ده بالنسبه له حياه او موت، لو ادوا مال ولا ادوا حاجه بيقعد بيدافع عن قضيته. نحن اشاوسنا اللي قاعدين بيقاتلوا في الميدان وقادتنا اللي قاعدين بيقاتلوا في الميدان ما بيعرفوا الاعلام، ما بيعرفوا الاعلام. الناس اللي حققوا الانتصارات في الصحراء، في درشيك، في ما بعرف، في كل المواقع، اللي حرروا الفاشر، اللي حرروا بابا نوسة، ما في زول بيعرفهم. ما في الرجال، اولاد الرجال القادوا المعارك، ما في زول بيعرفهم. الناس هسه بيسهروا بيتكلموا في الاعلام، ديل ما ديل القاده الحقيقيين انتم ما بتعرفون. ديل لا يوم سالوا من قرش ولا اشتكوا ولا سالوا من مرتب ولا سالوا، ديل اصحاب قضيه، وديل بيموتوا كده لحد ما تنتصر قضيتهم. عشان كده الزول الدار يمشي بورسودان من هسه خليه يمشي، ما عندنا اي مشكله مع دول، لانه الصفدة القضيه دي لازم تنضف. الحاجه الثانيه القضيه بتاعت المشروع السياسي. نحن زمانك اتكلمنا قلنا انه والله يا اخواننا قضيه المشروع السياسي السوداني داير افق بعيد، لانه في زول بيجي يقول لك قبيلتي. هسه الناظر اللي اسمه الامير اسماعيل محمد يوسف المشى ده مشى لانه هو بيفتكر انه هو المفروض يجيبوه وزير، ما جابوه وزير. وفي ناس هسه بيمشوا بيحرضوا الناس. تاسيس جات وجابوا فيها وزارات وما ادوا قبيله فلان. ما في دوله بيحكموها بقبيله، ما في قبيله بتصلح لاداره الدوله. الكفاءات هي اللي بتصلح لاداره الدوله. التمثيل المناطقي، نحن نقول يجب تمثيل الناس تمثيل مناطقي وليس قبلي. يجوا ناس عد الفرسان يقولوا نحن دارين حقنا، ولدنا وين في السلطه. يجوا ناس برام يقولوا ولدنا وين في السلطه. يجوا ناس نياله يقولوا ولدنا وين في السلطه. يجوا ناس كبكابيه. مناطقي، تمثيل مناطقي وليس تمثيل قبلي. يجب انه الناس تغير مفاهيمها، لانه الان الناس السايقين الناس بالخلق. هسه بتمشي بورسودان بيدوك وزاره.
هسه بتاع الميسيريه المشى بورسودان ده داير اسالك سؤال، لانك انت زول كوز وسخ كلب. البترول بتاع الميسيريه ده كان بيطلع كم مليار في الشهر؟ كان في كم برميل بتاع بترول بيطلع من ارض الميسيريه ده وبيمشي لحد بيكون في بورسودان وبيجي الدولار؟ ليه ما تكلمت؟ فتحوا لك مدرسه، عملوا لك طريق، عملوا لك مستشفى، عملوا لك تنميه، شغلوا اولادكم في البترول. ليه ما احتجيتوا؟ الان جايين تكلمونا انه والله ان احنا وانا لانه انا امير في الميسيريه والميسيريه ما ادوهم حقهم. الان وزير النفط من الميسيريه، حاكم الولايه من الميسيريه، حاكم الولايه من الميسيريه، ابنائهم اخذوا حقهم وده حقهم في الفدراليه. وحقهم ده ما اخذوا لانه ميسيريه، اخذوا لانه ده حق ابناء كردفان. ابناء دارفور اخذوا حقهم في السلطه. احنا لما نجي نتكلم بروح القوميه ما بروح القبليه. تمثيل ابناء دارفور في السلطه، تمثيل ابناء كردفان في السلطه، تمثيل ابناء الشرق في السلطه، تمثيل ابناء الوسط في السلطه. ده تمثيل ابناء الشرق في السلطه. نحن نتكلم بالمناطقيه لانه دي فيها عداله، عشان انت تجيب التنميه وتجيب الخدمات للناس والناس كلهم يشوفوا انه الدوله دي حقتهم وهم مشاركين في الدوله. لكن مسألة انكم تمشي تسوقوا الناس بالقبليه وانه ده فلان قبيلته وانه نحن دايرين نخلي الدعم السريع. الدعم السريع ما عنده شيء، وانا من ناس بقول له الدعم السريع لو قاعد تدي الناس حاجه وقفها. واي زول دار يقاتل في الدعم السريع ده عشان قروش خليه يمشي. التحيه لاخواننا في الحركه الشعبيه. امس قفلوا 43 سنه من النضال. الحركه الشعبيه دي في زول ادوها عربيه؟ في زول اشتروا له بيت؟ الحركه الشعبيه ده الاكل ما كانوا بيلقوا عشان ياكلوا. الان تلقى عساكر الدعم السريع راكبين في عربات جديده ولابسين كاكي جديد ولابسين بوت جديد وماكلين احسن اكل. يا اخي اللي عند الدعم السريع ده يمكن المايرين زي ما عنده. وانت ثوره بتاعت نضال، ثوره بتاعت تحرر، دار تحرر شعبك ودار تحرر نفسك. جاي ما ادوني؟ الحركه الشعبيه ادوه؟ الحركه الشعبيه دي الان كاكي ما عندهم يلبسوه، سلاح ما عندهم، ذخيره ما عندهم، لكن عندهم ايمان بقضيتهم. حرروا الجنوب، مش عملوا دولتهم. والان قاعدين يقاتلوا كان في النيل الازرق ولا في كيرون كردفان ولا في كل حته، والتحيه لهم. تحيه لعبد العزيز الحلو، والتحيه لجوزيف توكا، والتحيه لكل قاده الحركه الشعبيه. يتعلموا منه النضال. انا متاكد الامكانيات بتاعت الدعم السريع دي لو لقيتها الحركه الشعبيه كان احتلت افريقيا كلها، كان حررت افريقيا كلها. ناس بطرانين ساكت. والله هسه الزول بيجي يقول لك والله بطرانين علي باليمين شبع بس لابسين كويس صارفين كويس يجي يطلع انا ما ادوني عربيه، انا ما ادوني، ما سووا لي، ما عملوا لي. يدوك لجنو؟ عبد الرحيم مسؤول منك عشان يديك ولا الامير مسؤول منك عشان يديك ولا هو مجبور عليك؟ يا اخي كفايه انه قادك ووفر لك السلاح ووفر لك الامكانيات انك تحرر بلدك عشان تكون انت عزيز، عشان لما تحرر كردفان يحكموها اولاد كردفان، عشان لما تحرروا البترول يحكموها اولاد المنطقه، عشان لما تحرروا دارفور يحكموها اولاد الشركه اولاد. انت ما تحمد الله، احمد الله انه ربنا وفر لك قائد. قص عليك الله السافرنا ده شوفوا نظيف، النور القبه نظيف، الكاك اللي لابسينه نظيف، شبعانين جسمهم ده شبعان نديانين. ده بطر، انا بسميه ده بطر، ده بطر زياده النعمه، لانه النعمه كثيره. الحركه الشعبيه دي اقسم بالله كانوا بياكلوا طرق النيم، قاتلوا بياكلوا طرق النيم، ما عندهم تشوين ولا عندهم سلاح ولا عندهم اي شيء، لكن عندهم ايمان بقضيتهم. طرق النيم، طرق الشجر ده كان بياكلوا ناس الحركه الشعبيه لحد ما حققوا اهدافهم وبنوا دولتهم. يجيك واحد شبعان راكب عربيه عنده 170 عربيه يقول لك انا مهمش، هنا على ابو ده تهميش. واحد يجي يقول لك انا عندي 170 عربيه، طلعت سلمت الفلول ب 170 عربيه وانا مهمش، هنا على ابو ده تهميش. 170 عربيه، الحركه الشعبيه دي تاريخها كله ما امتلكت 170 عربيه، ما امتلكت. امشي اقروا تاريخ الحركه الشعبيه واقروا تاريخ نضالهم، كل تشوينهم وسلاحهم ده بدقوا الجيش بيشيلوه بيجيبوه منهم.
يا اخي انت الحمد لله الان عندك صارس وعندك مسيرات وعندك خير باسط، خير باسط. عشان كده انا داير اقول صاحب القضيه سيظل صاحب قضيه، ونحن والله يا فلول بيننا وبينكم بس الميدان ده، بيننا وبينكم الميدان ده بس، والحشاش يملى شبكته. انا اصلا انه ربنا يحفظ الناس، والناس الثابتين، الناس الثابتين القاعدين في الميادين القاعدين في الخنادق الثابتين اللي ما بتهزهم شعره، الكلام اللي بتقولوه ده ما بيهزهم شعره. ما تتخيلوا انه انتوا اعلامكم ده لا لا ما في زول شغال بيه. والمعارك بيناتنا وديك كردفان وديك المعارك، وبكره ان غدا لناظره لقريب. بكره نشوف السافنه ده بفيدكم بشنو، وبكره نشوف النور القبه بفيدكم بشنو، وبكره نشوف الخونه المشوا وراكم ديل هيفيدوكم بشنو. بودهم يدعون بكره في بورسودان حق الاكل ما بيلقوا. شفتوا هسه الخير اللي شايفينه في الدعم السريع اللي هسه رفضتوه ومشيتوا خليتوه ده، امشوا بغادي والله بكره حق الاكل ما تلقوه. صار انه ربنا يحفظ الناس لحد ما نتلاقى تاني ان شاء الله. فتكم بعافيه.